خلي بالك اوعى تقلب الفيديو ده، لازم تكمله للآخر وكمان تبعته لأولادك. امبارح جالي طفل 12 سنة، مقاومة انسولين، دهون على الكبد، كوليسترول عالي. طفل 12 سنة بسبب اللايف ستايل الغلط تماما. وانت داخل السوبر ماركت في شوية حاجات هقولك ما تقربش ناحيتها. اولها اللحوم المصنعة بكل اشكالها، ايا كان اسمها سوسيس، هوت دوج، ايا كان اسمها، لحوم مصنعة ممنوعة تماما. اعملها في بيتك او استغنى عنها. النهارده جالي طفل 7 سنين، 47 كيلو، بيعاني من مشاكل كبيرة جدا، من السكر، خمول غدة درقية، كوليسترول عالي. بداية كان ساندويتش برجر، احنا استسهلنا وقدمناه له. كمل الفيديو ده وانا هقولك ازاي بيتم تصنيعها وتحضيرها عشان توصل. جميع المنظمات الدولية لصحة الطفل أكدت على ضرورة فحص جميع الأطفال بداية من عمر 9 سنين لمرض السكري والكوليسترول. وتقرير جامعة هارفارد أكد على التفاصيل وقال إن احنا لازم نعيد التحاليل كل 5 سنين، وده بسبب اعتماد 90% من الأطفال على الجانك والبروسيسد ميت كوجبات رئيسية، وإن طريقة تحضير البروسيسد ميت منها البرجر وما شابه ذلك عبارة عن إن احنا بنجمع مئات الآلاف اللحوم من مئات الآلاف من الأبقار. كل الأبقار بتحمل أنواع مختلفة من البكتيريا، كل ده بيتجمع في مكنة واحدة وبيتم طحنه بما في ذلك من جلد وشحوم، وبالتالي قطعة واحدة بس من البرجر بتحمل أكتر من 100 مصدر للعدوى. مستعد تضحي بصحة أولادك وتروح تشتريهم من السوبر ماركت تحت مسمى أنا عاوز أفرح أولادي؟